جاي يغطي مكان سبت عرض وتصير بينك انت تصير انت مكان انت برا. خالد العبد اللطيف. أفضل حارس المركز الثاني يا عمر فريق البرتقالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يتجدد لقاؤنا معكم في عيد الفطر المبارك لعام 1438 للهجرة. معي الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الحلوان. أبو نواف، مساك الله بالخير وكل عام وأنت بخير. مساء النور وأهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. أبو نواف، أنا حبيت أسألك عن فكرة تنظيم دوري أشبال وثيثية من دار الحلوان التراثية. كيف طرأت هالفكرة ومن صاحب هالفكرة وكيف كان التنظيم فيها؟ طبعا صاحب الفكرة الأخ خالد الحلوان أبو زياد يعطيه العافية، وحبينا نشارك ولو بجزء بسيط يعني في فرحة أخواننا أهل البلدة وشباب البلدة، الله يعطيهم العافية. وزي ما أنت شايف اليوم يعني الصورة أبلغ من الكلام. طبعا الفرحة عمت الجميع يعني. اللهم لك الحمد. الله يعطيكم العافية. نشكر لكم هذا التنظيم، تنظيم رائع. وشفنا على كلامك الصورة أبلغ، فشفنا فرحة الأطفال. كلمة توجهها مستقبلا لمثل هذه التنظيمات، هل في مثلا ممكن أننا نشوف مثل هالتنظيمات في المستقبل، أو ممكن توجه كلمة للشباب، لأهل البلد؟ بلا شك الأخوان ما قصروا طبعا. أي واحد يقدر يستطيع يرسم البسمة على شفاهة أهل البلدة بالذات يا أخوي والصار ما راح يقصر إن شاء الله. أتمنى التوفيق للعموم وكل عام وأنتم بخير. الله يعطيك العافية. شاكرين لك يا أبو نواف، ونشكر لكم طيب المتابعة، ونتجدد بلقاء آخر معكم إن شاء الله. أهلا بكم من جديد، ومعنا في هذا اللقاء الإعلامي الأستاذ الكبير سلمان العنقري أبو مشاري. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا فيك أخوي، حياك الله. يا أهلا وسهلا. وجودك أخوي أبو مشاري في هذا المهرجان، انطباعك، فرحة الأطفال، سعادتهم في هذه اللعبة الشعبية، كيف توصف هالشعور؟ الحقيقة أول شيء أشكر اللجنة المنظمة. الصراحة كان التنظيم جدا ممتاز وجدا رائع، وحقيقة يعني على أنه الفكرة بدأت متأخرة جدا في نهاية رمضان، لأنه كان التنظيم جدا ممتاز. كنا نتمنى ممكن مشاركة فرق أكثر، لكنه الصراحة التنظيم بشكل عام كان ممتاز جدا، وأتمنى إن شاء الله أنها تتكرر في السنوات الجاية إن شاء الله. هذه كان ممكن تكون كبداية وانطلاقة. صح إن مثل ما ذكرت أن الفكرة كانت متأخرة، لكن هل تشجع وجود مثل هذه البطولات أو هذه المهرجانات في البلد في وثيثية بالذات؟ بالتأكيد، هو كان فيها أصلا بطولات في السابق ومن زمان، طبعا تنظيم أقل من كذا بكثير، لكن ما شاء الله اليوم التنظيم كان ممتاز مرة، وإن شاء الله نتمنى أنه في المستقبل يكون نفس الوضع وتنظيم أفضل، وربما معالجة بعض السلبيات اللي حدثت في حال لو وجدت سلبيات. أنا أحب نشكرك أبو مشاري على وجودك هنا في هذا المهرجان بالذات، والذي يمثل الكرة، وأنت إعلامي كبير، ووجودك يعني إضافة كبيرة جدا لهذه البطولة، وإضافة كبيرة أيضا لقنوات وثيثية الإعلامية. نشكر وجودك، هامة إعلامية كبيرة. لا والله شكر على واجب. والله نشكرك. بالعكس انت اثنيت علي، وهذا اصلا هذه ديرتي وهذا مسقط راسي، يعني اذا ما تواجدت انا في ديرتي وانا بتواجد فيها. الله يعطيك بالعكس العافية، حقه واجب، حقه واجب حبيبي. الله يسعدك. وشكرا وجودك على صحيح شكرا جداً. على والله العظيم هذه كلمة حق. أشكرك أبو مشاري، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يتجدد لقائنا معكم ومع الكباتن القدامى واللاعبين المميزين صراحة في هذه البطولة. معنا الأستاذ فيصل المهنا والأستاذ عبد الكريم الزامل. كباتن مو أساتذة، كباتن. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. ألف ألف مبروك هذه البطولة. الله يبارك فيك. صراحة بطولة رائعة جدا جدا جدا،
كيف شفتوا تنظيم هذه البطولة؟ صحيح ان الفرق ما هي بحكم ان البطولة ما بدأت او جت فكرتها الا متأخرة، لكن وجود فريقين فقط في هذه البطولة، لكن كيف وجدتوا التنظيم في هذه البطولة؟ سلاسة اللعب، التحكيم، تكلموا عن هذه الجوانب هذه. التحكيم في رائع جدا، والبطولة كذلك، واشكر دار الحلوان على تنظيم هذه البطولة، واشكر المصور المبدع تركي السويدان على تواجده في الملعب والتصوير. صراحة أشكرهم جميعا. الله يعطيك العافية. أخوي عبد الكريم، شعورك وأنت تحمل الآن الكاس وفايز ومبسوط ومستانس ومرتاح، أوصف لي هالشعور، وهل واجهتوا خصم سهل ولا خصم صعب ولا وش الوضع اللي صار؟ اللهم لك الحمد. أول شيء والله هالخصم كان صعب شوي، بس الحمد لله قدرنا نفوز. كانت نتيجة الذهاب 1-1. اي 1-1 الذهاب، والإياب 5-1 فزنا عليهم. اي والله نشكر كنت ونشكر المنظمين ودار الحلوان وابو نواف، والله ما قصروا كلهم. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ألف ألف مبروك، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم من نجاح إلى نجاح. أنتم واجهة بلدة أثيثية، ونتمنى لكم التوفيق. يعطيكم العافية. شكرا. يتجدد لقائنا معكم مع أفضل لاعب في بطولة أشبال أثيثية، اللاعب الخلوق الكبير، اللاعب زياد الحلوان. هلا والله، شخبارك؟ أهلا وسهلا فيك. هلا والله، كيف حالك؟ الحمد لله. وألف ألف مبروك أول شيء البطولة، وثاني شيء ألف مبروك حصولك على أفضل لاعب. شكرا، ما قصرت. كيف توصف هالشعور هذا؟ أوصى والله وناسة مبسوط. وكل شيء، بساط ما تتصوره. وكيف يعني كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ يعني كيف وصلت أنك تكون أفضل لاعب في البطولة؟ كيف؟ الكورة من صغير وأنا ألعبها، حلو. اتدرب ونلعب لما وصلنا لهذه المرحلة. انضباطيتك في الملعب ولا هي مثلا أنك تسمع كلام المدرب؟ بس والله فيه تعصب شوي. لا خفيف. أنا يعني ممكن أنا بأوضح هذه النقطة. أنا كنت ماسك إدارة الفريق هذا وأنا كنت المدرب، والصراحة أنا أحب أثني على اللاعب زياد، أخلاق وفن وإبداع. صراحة لاعب الكل ينظر له أنه إن شاء الله بيكون شيء في المستقبل. كلمة أخيرة تبغى تتكلم توجهها، تشكر أحد؟ وكل الفريق الله يجزاهم خير، لعبوا فزنا ب5 الحمد لله. أهلا وسهلا بكم. يتجدد لقاءنا معكم مع اللاعب سلطان بن تركي السويدان، اللاعب المثالي في هذه البطولة. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير وصحة وسلام. وش الأسباب اللي خلتك تاخذ اللاعب المثالي أو تحصل على هاللقب هذا؟ سبب اني ما تسببت فاولات ولا اخذت كروت ولا اخذت اي كرت. طيب كيف شعورك؟ كيف توصف لي شعورك وأنت ماخذ أفضل اللاعب المثالي وفريقك وماخذ الكاس؟ صراحة اول مرة اشارك في دوري فثيثيا، مستانس وشعور جميل وشعور جميل. انك يعني وصلت حققت هاللقب. هل كنت تفكر انه في يوم من الايام ممكن تاخذ هاللقب؟ لا والله ما توقعت اني اخذ زي ذا اللقب. يعطيك العافية يا سلطان، ونتمنى إن شاء الله نشوفك في بطولات ثانية إن شاء الله ومن إنجاز إلى إنجاز. شكرا لك. يتجدد لقاءنا معكم ومع أحد الأشبال، ومو بأي واحد، أفضل لاعب في بطولة الأشبال في دوري أشبال أثيثية، خالد بن صالح العبد اللطيف. أهلا وسهلا وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أفضل لاعب، وش هالحركات ومعك هالكاس الزين وريني نشوفه وشلون؟ أنا يعني ما كنت متوقع إني أجيبه، ويعني أول مرة أشارك في بطولة أثيثيا، ولا مرة كنت متوقع إني راح أجيبه. وطيب هل إنه في بعدين إن شاء الله بتركز زين وتجيب الكاس؟ إن شاء الله. فريقك خذ المركز الثاني صح؟ لكن أنت ما شاء الله أنت اللي حققت هذا بطولة هذه لك. حققت أفضل لاعب. كيف ما شاء الله؟ وشلون صرت أفضل لاعب؟ إن شاء الله من الحماس تقدمت وصرت أفضل واحد فيهم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أشكر استماعكم ونشكركم على وجودكم. نشكر دار الحلوان
التراثية. في مقدمتهم الأستاذ خالد الحلوان أبو زياد، والأستاذ أحمد الحلوان، والأستاذ سعود الحلوان، جميعهم جميعا ما قصروا. هناك جنود خلف هذه البطولة تنظيميا اجتهاديا، الأستاذ عمر العمر، الأستاذ تركي السويدان، إن شاء الله أني ما أنسى اسم أحد. جميعهم أدوا عمل جميل جدا في نجاح تنظيم هذه البطولة، ونتمنى أن نرى بطولات قادمة إن شاء الله وتنظيمات رائعة. نشكركم وكل عام وأنتم بخير.